أطلق المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرات عاجلة تتعلق بحالة الطقس في السعودية، معلناً عن توقعات لظروف جوية قاسية تشمل 7 مناطق رئيسية، من بينها مكة المكرمة. وقد شملت التنبيهات تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، رياح نشطة مثيرة للأتربة، وارتفاع في درجات الحرارة، ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية خاصة عند مجاري السيول، وسط دعوات للمواطنين بتوخي الحذر في التنقل. رياح قوية وأتربة في مكة والقرى المجاورة. تشهد منطقة مكة المكرمة، بما في ذلك محافظات جدة، رابغ، الكامل، الجموم، خليس، وبحرة، رياحا نشطة تصل سرعتها إلى نحو 49 كيلومترا في الساعة، الأمر الذي يتسبب في تدن كبير في مستوى الرؤية. ويتزامن ذلك مع موجة من الأتربة المثارة وارتفاع في الأمواج، خصوصا في مناطق مثل الشعيبة والقنفذة، مما يزيد من خطورة الوضع. أطلق المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرات عاجلة تتعلق بحالة الطقس في السعودية، معلناً عن توقعات لظروف جوية قاسية تشمل 7 مناطق رئيسية، من بينها مكة المكرمة. وقد شملت التنبيهات تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، رياح نشطة مثيرة للأتربة، وارتفاع في درجات الحرارة، ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية خاصة عند مجاري السيول، وسط دعوات للمواطنين بتوخي الحذر في التنقل.